وصل جثمان مريم مجدي الطفيلي أمس الجمعة إلى مطار القاهرة الدولي بعد أن عثر على جثتها مقتولة في سويسرا الأسبوع الماضي. ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم السبت بقرية شربين لدفنها في مقابر أسرتها. وعثر على جثة مريم مجدي الطفيلي وفق أحد أفراد أسرتها الذي أفاد باستعدادهم لتسلم الجثمان تمهيدا للدفن في مسقط رأسها بمحافظة الدقهلية. بدأت قصة الراحلة مريم مجدي التي تم اختفائها في سويسرا في رحلة البحث عن طفلتيها بعد أن اختطفهما زوجها عقب انفصالهما. ونشر شقيقها عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك خبر وفاة مريم مجدي، وذلك بعد العثور على جثتها بسويسرا بعد مرور 10 أيام من اختفائها داخل مصرف. وعلق: البقاء لله، مريم أختي ماتت، ربنا يصبرنا على فراقك يا مريم. وكانت مريم تعيش حياة صعبة مع زوجها السويسري وهو مصري الجنسية الذي كان يعاملها بقسوة، ومع ذلك تحملت من أجل ابنتيها كي تحافظ عليهما، ولكنها لم تتحمل وقررت الانفصال عنه. وقال شقيق مريم خلال تصريحات إعلامية أن زوجها كان متشددا للغاية ومنعها من التعامل مع أي شخص حتى السوبر ماركت. واشتعلت الأزمة بينهما بسبب حضانة الفتاتين، حينها لجأت مريم للقضاء كي ينصفها في حضانة ابنتيها، وحكم لها بضم طفلتيها، ما أثار غضب زوجها الذي خططها لخطف الفتاتين. ملح عليها بالسماح له برؤية ابنته بعد أن وافقت مريم على طلبه. اكتشفت بعد انتهاء يوم رؤية الأب لهما سفره ومعه الفتاتان خديجة وفاطمة إلى سويسرا، وانهارت من الصدمة بعد علمها بهروب زوجها بابنتيها إلى سويسرا. وتواصلت مريم مع جمعيات ومؤسسات خيرية في سويسرا وسافرت وحصلت على الإقامة. والمحكمة في بدء الأمر حكمت لها بأن ترى ابنتيها مرتين في الأسبوع ثم 3 بإقامة كاملة، واستمر على ذلك الوضع منذ نصف أكتوبر الماضي حتى نهاية ديسمبر. وفي يوم 16 يناير كانت منتظرة جلسة نهائية من المحكمة بعد اختيار سكن مناسب للفتاتين، والدولة السويسرية دعمتها وحكمت لها بنفقة شهرية قدرها 1950 فرنكا لم يسدد منها شيء، كما أعطت الدولة لها دعما. واختفت عن الأنظار منذ مطلع الشهر الجاري، وظلت أسرة مريم تبحث عنها بعد سفرها وانقطاع أخبارها. وقال شقيقها إنها اختفت منذ الأربعاء 31 يناير بعد مناشدات أجرتها لأسرة مريم. عثرت الشرطة السويسرية على جثمانها في نهر الراين بسويسرا بعد 10 أيام من البحث المتواصل، واتهم أهلها طليقها وليد أمير بقتلها لأنه لا يوجد شخص مستفيد من اختفاء شقيقته غير زوجها، وذلك لاقتراب موعد الحكم بالجلسة النهائية بقضية حضانة الطفلتين التي أقامتها مريم ضد زوجها بسويسرا.